سابك افرحي بشبابك، بوسي ايدك وش وظهر، بكره يجي سيد سيدو. تعالي معايا في الفيديو ده عشان لو سابك اسمع اللي انا هقولهولك. سابني ورماني بعد 15 سنة حب، بعد 3 سنين جواز، بعد 14 سنة اعجاب، ايا كانت التفاصيل. سابك، نفكر بقى في انه ازاي يندم او ازاي نرجعه. نشوف اللي بعده. الفيديو ده ينقسم الى انقسامين، الناس اللي عايزة ترجعه والناس اللي عايزة تكيده. نبدأ بقى بالناس الواقعة اللي عايزة ترجعه. سابك قلتلك قبل كده في فيديو هرجعهولك. هترجعيه ازاي يا امان؟ هقولك الطريقة اللي سابك بيها هرجعهولك بيها. صحيت من النوم ما لقيتهوش، صحيت من النوم لقيته اتجوز، صحيت من النوم لقيته خطب، صحيت من النوم لقيته عامل لي بلوك من غير ما اعمل له حاجه. هعمل ايه؟ هقولك، بس اللي انا بقوله ده لازم يحصل. واخده بالك معايا في الفيديو ده؟ رقم 1، بنسى الحوار واشيله من دماغي وببقى فاكراه من جوايا. ببدا انزل اشتري لبس واظهر في صرف. اصرفي على نفسك، كذا مره قايله لك في فيديو، ما تعصبونيش بقى. قلت لك اصرفي على نفسك، اصرفي على نفسك والبسي واتدلعي وابداي اظهري على السوشيال ميديا واظهري في كل حته، واي حته هو يبقى فيها اظهري فيها، واي مكان حطي فيه ستوري. الستوري اللي مش هو هيشوفها صاحبه هيشوفها هيقول له. واخده بالك معايا؟ اتقلي عشان انا هرجعهولك. هبدأ بقى احط ستوريهات وانطلق. طب يا ايمان عامل لي بلوك مش هيشوف لي ستوري؟ لا، معاه اكونت فيك بيشوفك، يا اما صاحبه بيخلي صاحبته تخش عندك تشوفك. حبيبتي، اول فتره بعد الانفصال بيخلي ابراج المراقبه بتاعته توصل له المعلومات. طب بعد كده ببدا انزل شغل. طب انا ماليش في الشغل، ببدا اخرج، اروح نادي، اكلم صحابي، انزل كافي، اعمل كل حاجه، ابدا اهتم بنفسي، بشكلي، بجسمي. انت مش موجود، انا نسيتك. عارفه بقى، اول ما يتاكد ان انت نسيتيه وبدات تظهري وتحلوي وتهتمي بنفسك، وان هو كان اقل من فرده الشبشب في حياتك، هتلاقيه بيلف زي الكلب عشان يرجع لك. هتلاقيه بيعمل كده علشان يسمع صوتك. هتشوفي بقى الارقام اللي شغاله ترن عليكي والمسجات اللي في الازر، مش هتعرفي تحوشي، مش هتعرفي تلحقي. اسمعي اللي انا بقوله لك، لو عايزه ترجعيه تسمعي اللي انا بقوله. طب عايزه اندمه يا امان؟ مش عايزاه، خلاص اتقفلت منه، بس عايزاه يندم زي الجزمه انه ساب واحده زيي. ادخل بقى بايه؟ بجمله ايمان المفضله، اي دونت هاف تايم. هعمل ايه بقى؟ مش هعتمد اي حاجه. هيبقى تركيزي ازاي ابقى حلوه بس عشان نفسي. حقيقي بقى تركيزي نفسي، انا اعلى بمستوايا في شغلي، في حياتي، في الناس اللي من حواليا، ابدا اغير حياتي. هيموت، هتجرى له حاجه. اسمعي مني اللي انا هقوله في الفيديو ده، مهم قوي. ابداي انزلي واعرفي رجاله صح، اعملي صداقات في الشغل، ابداي اظهري في اماكن في اي بي كلاس، تشوفي الناس الصح. وحياتك اما يشوفك اتغيرتي وحلويتي وبدات تظهري وتعرفي الرجاله الصح، هيعيط، هيكلمك بيعيط والله العظيم. لو مش بيعيط هتلاقيه قاعد بيعيط عليكي، يا اما قاعد يتمنى يوم واحد من ايامك. مش هيندم، هيموت. هيموت. وهتدعي لي بعد الفيديو ده، هتقولي ايمان الاباجوري هي اللي خلته يندم عليا. اللي انا بقوله ده حقيقه. عايزاه دمه يتحرق، دمه يتحرق ويندم ندم عمره عليكي، وانت كده كده مش عايزاه تاني. اللي انا بقوله لك ده، انزلي والبسي ودلعي نفسك واظهري في الاماكن، ارتبطي، اتخطبي. ما انا قاعده قصادك، اي دونت هاف تايم. انا مليون راجل عايزني، انت مين؟ انت اخر واحد. ولو بنت جدعه بقى تجيبي راجل اجمد منه، راجل يحل من على حبل المشنقه كده، هو نفسه يشوف الستوري بتاعت ارتباطك ولا خطوبتك يموت ان سابتك وجابت لاحسن منك. ادخلي بقى، واخده بالك؟ ادخلي بقى بالدخله بتاعتي، اتقالي بقى كده، اتعرفي على ناس نظيفه، اعلي بنفسك، ما تقعديش قاعده تبكي على ما شفتوش رجاله يا جماعه؟ والله العظيم نصنا ما شاف رجاله. الاغلبيه بقى فين الرجاله؟ اللي يفتح لك باب العربيه وانت نازله، اللي يدخلك ماكدونالدز وياكلك البطاطس في بقك. حركي نفسك، حركي نفسك عشان تكسبي. الحركه بركه.